حد قال لخص لي الكتاب الرائع ده العادات الذرية في نصيحتين بس، انا ممكن الخصه في نصيحتين اتنين بس. اول حاجة انك تركز على السيستم وليس الاهداف. بدل ما تركز على الهدف وانت عايز تكون ايه، ركز هل السيستم وعاداتك اليومية ونظامك اللي انت بتتبعه كل يوم هيوصلك انك تكون الشخص اللي انت عايز تكونه، او انك تحقق اللي انت عايز تحققه. على سبيل المثال لو انت عاوز تكون انسان مشهور، انفلونسر، مؤثر زي كده، يعني مش محتاج تركز على هدفك انك تكون انفلونسر، انت محتاج تركز على نظامك وعاداتك اللي انت بتتبعها كل يوم. هل عاداتك اللي انت بتتبعها كل يوم هتوصلك في يوم من الايام انك تكون انفلونسر؟ فكل اللي انت محتاجه في حالة زي دي انك كل يوم تكون قادر انك تنشر فيديو على الاقل. فمع مرور الوقت ومن كتر الفيديوهات اللي انت بتعملها هتتعلم ازاي تكون انفلونسر، ازاي تنتج فيديوهات افضل، ازاي الفيديوهات بتجيب فيوز اكتر، انك تقدر فعلا تعمل محتوى. تاني حاجة ركز عليها وهو بيلخصها بعد ما بيخلص كل العادات، بيقول أفضل طريقة إنك تنتظم في عادة وتبعد عن عادة إنك تجد طرق تخلي بيها العادات اللي انت عايز تعملها اسهل والعادات اللي انت عايز تتجنبها اصعب، لانك ببساطة بتميل انك تعمل الاشياء السهلة. مخنا بيركز انه يعمل الاشياء السهلة، فبالتالي انت كل ما سهلت كل العادات اللي انت عايز تنتظم فيها وصعبت كل العادات اللي انت مش عايز تنتظم فيها، فبالتالي انت تجد نفسك بشكل تلقائي بتعمل كل العادات اللي انت نفسك تعملها لانها اسهل، وبتتجنب كل العادات الاصعب اللي انت مش عايز تعملها. بس كده، مش لخصنا الكتاب لكن ادينا نبذة مفيدة جدا من الكتاب. سلام.